الليلة حتكلم عن أسوأ أسبوع في حياتك أو أسوأ أسبوع في حياتي صراحة يعني. الليلة حتكلم عن كيف تقدر تطلع من أسبوع المتر بأقل الخسائر الأكاديمية والجسدية. let's go. يو السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد قسم الله وي باك اجين ان قسم شو. يا جماعة اقسم بالله مشتاقين، لكن يعني فاهم انا ما اقدر اعيد الموال بتاع والله كنا وحنبقى، فخلونا بس بالنية. الاسبوع اللي فات كنت شغال ميدترم، فاهم علي؟ الميدترم ده كابوس من الكوابيس بتاعت حياتي الصراحة بجد، فاهمين علي؟ عشان تعرفوا الكلام ده انا كاتب بوست 20 سطر في الفيسبوك في الصفحه، هندلوه حتلقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. اول حاجه نحاول نعرف الميدترم. مبدئيا كده احنا عندنا في جامعتنا وفي شلتنا عندنا حاجه اسمها فتره بدايه السمستر. فترة بداية السمستر دي شنو؟ دي عبارة عن فترة ما فيها قراية وما فيها جامعة وما فيها شتات ولا فيها محاضرات حتى، بتمتد من 3 أسابيع إلى شهر ونص. يلا الميدترم ده عبارة عن الكف اللي بيجي بيصحيك من الوهم اللي انت كنت عايش فيه ده كله. الفترة دي الحمد لله احنا فقدنا في حاجات كثيرة، فقدنا فيها صحتنا، فقدنا فيها قدرتنا الأكاديمية، فقدنا فيها ساعاتنا البيولوجية، فقدت فيها أي حاجة. أنا حاليا فاقد الشغف ذاته، فاقد أي شيء، فهمتوا؟ فعشان اقدر اعيد الشغف لازم كنت اصور فيديو بتاع يوتيوب للشباب الجميلين ده. الليله حتكلم عن 7 حاجات لو عملتهم تقدر تطلع من اسبوع الميدترم ده. ما اقدر اقول لك ناجح ومتفوق ومرتاح نفسيا وجسديا، لا، يعني باقل الاضرار صراحه. يعني الحياه يعني جزء منها عملتها وجزء ادركته متاخر، لكن يلا كده نشوف. خش بينا على الفيديو يا عمر. نمرة 1 ومن الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها وخدتها في راسك، لازم تكون عارف انه الميدترم ده جاي. فلازم تكون في راسك انت من بدايه السمستر انه الميدترم ده جاي، فهمت؟ ما تكون زينا لاف زينا عرفتها والميدترم يديك كف. فلخص راجع شيتاتك مكتمله تكون، لانه حياتك نحن نتمسح بكرامتنا الواطه، فهمت؟ فعشان ما تبقى زينا وتعدي من الاسبوع الكافر ده بسلام، خليك جاهز له وعارف انه جاي. نمرة 2 وانت بتراجع قبل الميدترم اي ماده بتقراها لخصها، تمام؟ عشان لما تيجي تقرا فتره الميدترم يا جماعه، عشان احنا نبقى متفقين، اسمه اسبوع الميدترم، يعني انت اي ماده عندك ليها اقل من 24 ساعه، فهمت؟ فانت قبل الميدترم لما تكون بتقرا لخص، تمام؟ لانه الحاجه دي لاحظتها لو انا بقرا الاسبوع اللي فات، انا المواد اللي كنت بلخصها يعني انجزتها اسرع من المواد اللي انا ما بلخصها، لانه انا عاده لما اكون بذاكر بكون بلخص طوالي، فهمتوا؟ فانت تخيل معي عندك اقل من يوم وممتحن بكره، فحتقرا ولا حتلخص ولا حتقرا اللي لخصته ولا حتعمل شنو. فقبل الميدترم خلي عندك ملخصات جاهزه حقتك انت، غير حقت الدكتور، غير حقت شنو، عشان انت تقدر تقرا منها، فهمت؟ فخليك جاهز. نمرة 3 ايام الامتحان اقرا الحاجات المهمة ثم المهمة، يعني شنو؟ اقرا بالترتيب اللي قال لكم الدكتور اقروه، او اقرا الكويزات بتاعت الدكتور. يعني شنو؟ يعني مثلا الدكتور قال لكم الشيت الاول والثاني والثالث داخلات، اكيد حيجيب من الاول والثاني والثالث حيجيب منه بسيط، فاقرا بنفس الترتيب ده. او قال لكم ركزوا على الشيت الثاني، فهمت؟ اقرا بالترتيب اللي قال لك الاستاذ عليه، لانه انا قاعد احس انه الدكاتره ديل دائما بحاولوا يكشفوا الميدترم. انا ما اعرف الفكره شنو، يعني هل هم دارين يساعدونا؟ انا ما اعرف الفكره وين، فهمت؟ فركز على الترتيب اللي قال لك الدكتور، وركز على الكويزات، وركز على شو الكويزات، وركز على الكويزات. يا مان انت تتذكر امتحان الباور سيستم؟ يعني الباور سيستم ده الدكتور لو كان داير يكشف لي الامتحان ما كان كشفه كده والله. الامتحان جانا بالضبانه يا مان، يا هو الكويزات، فهمتوا؟ باور سيستم لاي زور وفورزا. نمرة 4 الفيديوز بتاعت الشرح اللي على يوتيوب دي يكسر الحياه بتاعك ويكسر السرعه في الايام دي، لانه بجد ما في زول فاضي يشرح لك ولا في زول فاضي يقرا لك سلايد واحد حتى في الفتره دي. الناس دي كلها مضغوطه، الناس دي كلها كاتمه فيها. اقول لك اقرا في المكتبه او في مكان هادي براك يا مان، عرفتها؟ لانه عين وابعد عن قاعده الشرح، لانه صراحه بجد ما هو كده. انت متخيل معايا الماده عندك ليها اقل من 20 ساعه، فاهم؟ لمتين حتقعد تشرح، لمتين حتقعد تتكلم مع زول، فما وقت فما بجد. فاقعد اقرا براك واشرح براك، غالبا ما حتجيب لك حاجه، ولو قفت لك حاجه خذ لك بقه بس من كثير الحياه. فيوتيوب ده طوالي بسلكك من اي حاجه، فبجد يعني كده حتنجز اسرع وما حتخسر وقت. نمرة 5
خليك عارف انه انت ما عندك زمن بجد، ما عندك زمن تزعل، ما عندك زمن تشيل هم لحاجه، ما عندك زمن تلعب بلياردو، ما عندك زمن تفكر في اي شيء حرفيا يا مان. انت عباره عن عندك زمن من الساعه 11 او 12 الظهر ل 11 و 12 بالليل. حتقول لي حساهر، اقول لك حتساهر. لو ما سهرت الايام دي حتساهر 200 وريني، هتدق اليوم كله قرايه. ما عندك حل يا مان، ما عندك حل. الاكل ذاته قدام الشيء جد فم وقت. عندك من 12 ل 12 تقعد تتم الماده، تملت ترقد تنوم 5 ساعات بالكثير، 5 ساعات 6 ساعات، خلاص انت كده اوفر يا مان. قمت صليت الصبح عندك ساعتين زمن تراجع فوق اللي قريته، تمشي الامتحان، تمتحن، تجي ثاني يوم نفس الحركه. عرفت علي؟ عرفت ليه بقول عليه اسبوع كاتم؟ لانه انت بتكسر كل قوانين حياتك وكل قوانين يومك. كان بتساهر، كان بتنوم بدري، كان بتصحى بدري، كان بتنوم بدري، كله يا معلم بتكسر في الاسبوع ده. فهمت علي؟ فما عندك وقت نوم وصلاه وقرايه، غير الثلاث حاجات دي منك حياتان، ما في شيء. نمرة 6، حاول ياكل واشرب كويس، لانه بجد جسمك حيكون محتاج شديد، لانه حيكون في حالة جري وسهر وحيتخلع يا مان بيحصل فيه ده، فاكيد ما حيستحمل. فحاول اشرب عصاير كتير عشان جسمك ما يعاني من فقد السوائل وتعاني من الديجاوية. نمرة 7، دي نصيحة مني لكم صراحة، حاول ما تتضجر في الاسبوع ده. هاي هو اسبوع طاقات، هاي هو اسبوع يعني كاتم شديد، لكن زي ما قلنا قبل يعني ما في زمن لاي شيء. الاسبوع ده عندك قرايتك بس يا مان، عرفت علي؟ فحاول هدي عشان تقدر تعدي الاسبوع. والله يا جماعه انا اي زول بلاقيني بقول له شفت اشكي وابكي، اشكي وابكي لما الله يغفر لك كان بينفعك. لكن والله بجد الاسبوع ده يا جماعه ما بيستحمل عدل. فجمع البكا كله واكتبه في فيسبوك وفكوا اخر يوم، فلانه فم محل المتلازمه فم دي ما لها معاي، ففم حاجه لحد هنا تكون فم اي شيء. ولحد هنا نكون حلقتنا خلصت، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها كثير ويكون النظري بتاعي كثير ده استمتعتوا به. ففي اخر الحلقه ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب شير. وللناس اللي نسيتني طبعا احمد قسم الله بقدم محتوى على يوتيوب من 2018 وده الفيديو ال 60 او الكم 60 حاليا بينزل على القناه، فحاول ارجع ورا شوف الفيديوز وقول لنا رايك. في الاخر ما تنسى الشير معك الفيديوهات دي، وان شاء الله حنرجع لانه ننزل اسبوعي. فما لانه ما بحل انتهت حول الارض، فالحل للشغل الان. ففي الاخر ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب شير. كان معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو. السلام عليكم. طيب في حاجه ما نسيناها وانا فورزا ارجنتينا اي لاف يو ميسي. ده ستيكر بتاع ميسي بالقبه يا مان. هنا حنجيب بوستر بالكاس بالورد كاب، افضل لاعب في التاريخ، ذا بيست بلاير ان ذا وورلد ان هيستوري ان اي حاجه. انا ما عارف عادي انا اقدر احط لكم فيديوهات بتاعتي والكوره، لكن صراحه بلس 18 كلها تيت ما ينفع. فهمتوا علي؟ فانا نسيت الموضوع ده صراحه، نسيت موضوع الشراء اوت بتاع ميسي ده. لكن صراحه يعني ده كان 18 12 اسعد يوم في حياتي. هنعمل فيديو عن الكلام ده ليه ما هنعمل. ففي الاخر يو السلام عليكم. افصل خلاص.